انت عمرك حسيت انك غريب؟ مش غريب وسط ناس متعرفهمش، غريب حتى وانت وسط صحابك، وسط اهلك، وسط الناس اللي شبهك. الغربة مش دايما مكان، احيانا بتكون احساس متربص جواك، بيفكرك دايما انك مش هنا، وانك عمرك ما كنت هنا اصلا. النهاردة هحكي لك عن رواية كتبها دكتور احمد خالد توفيق. بس في الحقيقة الرواية دي مش مجرد قصة خيال علمي، دي صرخة من جوه صدر كل واحد حاسس انه مش من العالم ده. اسم الرواية شقابيب. ياسر ماشي في الشارع زي العادة، الجو برد والسما سودة، وكل حاجة حواليه فيها لون رمادي كده بيخنق النفس. هو شاب عربي مسلم عايش في النرويج، بس كل يوم بيمشي في نفس الشوارع، نفس الوجوه، نفس النظرات، نظرات كلها شك، كلها حكم مسبق. هو مش إرهابي ولا متطرف ولا حتى متدين قوي، هو بس واحد بيحب شغله، بيحب الكتب، وبيحاول يعيش. كان بيشتغل مدرس رياضيات في مدرسة ثانوي، بس حتى هناك كانوا شايفينه الآخر. العرب كلهم إرهابيين في نظرهم، حتى لو ماسك كتاب مش سلاح. حتى الطلبة كانوا بيقلدوا الكبار. مرة واحد فيهم قالوا قدام الكل: انتوا اللي بتفجروا الناس في المترو مش كده؟ ضحك ضحكة بايخة كده وقالوا: لا يا حبيبي، أنا بفجرهم بالحساب التفاضلي. يوم الجمعة راح يصلي في مسجد صغير على أطراف المدينة. المكان بسيط جدا، شقة مؤجرة محولينها المسجد. في عرب وأفارقة وناس من آسيا، كأنهم كلهم لاجئين بيحاولوا يلاقوا لحظة سلام وسط الغربة. وفي وسط الصلاة في صوت غريب مش طبيعي، وبعدين فجأة طخ طخ طخ. واحد دخل المسجد وبدأ يضرب نار على المصلين. الناس بتجري، في ناس وقعت، في ناس بتنزف، وياسر نفسه كان في النص، مش عارف يهرب ولا يساعد. المنظر كله كان زي الكابوس. وفي ثواني الدنيا كلها اتشقلبت. الشرطة قالت إن المهاجم مختل عقليا، مش إرهابي. لو كان عربي كان اتقال إرهابي فورا، بس عشان أبيض يبقى مريض نفسي. وده كان القشة اللي قصمت ظهر ياسر. حاسس إنه مش مرحب بيه هنا، لا هو ولا دينه ولا لغته. فتح الإيميل بتاعه، لقى رسالة غريبة من شخص اسمه نور الدين محمود. نص الرسالة كان كده: إحنا بندور على الناس اللي تعبوا، اللي حاسين إنهم تايهين. إحنا بنجهز لمشروع هيغير التاريخ، مشروع اسمه شقابيب. وكانت دي البداية، بداية الحلم اللي اسمه شقابيب. الإيميل كان غريب، بس في نفس الوقت في حاجة فيه شدت ياسر. اسمه نور الدين محمود، راجل بيقول إنه بيجهز لوطن بديل لكل المرفوضين والمقهورين في الغرب. بيقول له: أنت مش مجنون ومش وحدك، في ناس تانية زيك وكلهم عايزين حل حقيقي. مين هو نور الدين؟ نور الدين محمود مش أي حد، راجل عبقري اشتغل سنين في شركات كبيرة، وكان عايش في كندا وشاف التمييز بعينه. جمع ثروة ضخمة، بس بدل ما يعيش بيها في قصر قرر يعمل بيها بلد. والله، قالك: أنا مش هطلب من الغرب يقبلنا، أنا هخلق وطننا بإيدينا. بدأ يكلم ناس من العالم كله، عرب ومسلمين عايشين في أوروبا، أمريكا، أستراليا. ناس اتسجنت، ناس اتهانت، ناس اتطردت، وكان كل واحد منهم عنده قصة، وكلهم قالوا نفس الجملة: إحنا مش من هنا. فضل يدور على مكان يعمل فيه الحلم، مكان ما فيهوش نفوذ سياسي، ما فيهوش تدخلات كتير. وفي الآخر لقى جزيرة صغيرة مهجورة قرب نيوزيلندا. الجزيرة دي ما كانش فيها غير شوية خرب، بس كان فيها حاجة أهم: فرصة. بدأ نور الدين يشتري معدات، يجيب ناس تبني، يبعت مهندسين دكاترة أساتذة، وبيكلم الناس يقولهم: شقابيب مش وطن بديل، دي بداية جديدة للبشر اللي تعبوا من العالم القديم. بدأوا الناس توصل فعلا، منهم ياسر اللي سافر بعد ما استقال من شغله، ومنهم سوزان البنت اللبنانية اللي اتفصلت من جامعتها في فرنسا، ومنهم عادل السوداني اللي اتضرب في مظاهرة، وغيرهم كتير. كلهم جايين على أمل إن شبيب تبقى حلم بيتحقق. أول ما الطيارة لمست الأرض الناس بكت، لأول مرة حاسين إن في مكان ليهم، إنهم مش ضيوف ولا عبء، إنهم مواطنين. الدولة بدأت تتبني فعليا، الناس بتشتغل ليل نهار، عمال ومهندسين، شباب وبنات، كلهم بيبنوا شقابيب بإيديهم. كان في دستور مؤقت وقانون بيقول: الحرية للجميع، والمواطنة للجميع، والدين لله، والوطن للجميع. بس طبعا الموضوع ما كنش بالسهولة دي. أول ما بدأ الكلام عن التعليم قامت خناقة. ناس قالت: لازم التعليم يبقى بالعربي، وإلا أولادنا هيضيعوا. ناس تانية قالت:
إحنا بنبدأ من جديد، نعلمهم إنجليزي عشان يلحقوا العالم. واحدة قالت: بس ده معناه إنك بتقطع الجذور. واحد رد عليها: وإحنا هربنا من الجذور اللي كانت بتخنقنا. حتى في الدين ما كانش فيه اتفاق، ناس عايزة تفرض الشريعة وناس شايفة إن ده وطن مدني، كل الأديان فيه متساوية. واحد اسمه فؤاد، سلفي متشدد، قال بصوت عالي: إحنا دولة إسلامية، دي أرض طاهرة ولازم تتحكم بشرع ربنا. بس واحد تاني اسمه نزار رد عليه: وإيه الفرق بينك وبين اللي طردونا من بلاد الغرب؟ أنت كمان عايز تفرض معتقدك على الكل. بدأت مظاهرات تظهر، ناس بتنادي بالعلمانية وناس بتنادي بدولة دينية، والشارع بينقسم. الناس اللي جيت تهرب من الانقسام لقيته بيبدأ يتولد من جديد. نور الدين كان منهار، هو نفسه اتفاجئ. قالهم: أنا ما فرضتش حاجة على حد، بس ليه كل واحد عايز يفرض طريقته؟ الراجل اللي حلم بوطن لكل الناس لقى نفسه بيقود شعب بيتخانق على كل حاجة. وفي يوم مسجد صغير في المدينة اتولع فيه، محدش يعرف مين عملها، بس الناس اتجننت. المسلمين اتهموا الليبراليين، الليبراليين قالوا دي خطة سلفية علشان يخلونا نخاف. وشقابيب بدأت تتشقق. نور الدين كتب في دفتره يومها: كنا بنحلم نبدأ من الصفر، بس نسينا إننا شايلين جوه نفس العيوب اللي هربنا منها. الحلم بدأ يتهز، وكل يوم بيعدي شقابيب بتفقد جزء من روحها. في ناس بقت ماشية بالسكاكين، ناس بدأت تتهامس، وناس بتخطط لحاجة أكبر من مجرد مظاهرات. مجموعة غامضة ظهرت فجأة، بيسموا نفسهم الحق، وكانوا بيقولوا إنهم الضمير الإسلامي للدولة. ابتدوا ينشروا بيانات: هنطهر شقابيب من الانحراف، الليبراليين كفار لازم يتطهروا، الديمقراطية خيانة. وفي يوم تم اغتيال واحد من مؤسسي شقابيب، كان بيدافع عن العلمانية وحرية الرأي، اتضرب بالرصاص قدام بيته ومات. الناس اتجمعت، صرخت، بكت، لكن الليلة دي كانت نقطة اللاعودة. بعدها بيومين انفجار كبير في مركز ثقافي بيستضيف شباب وفنانين. المجموعة اللي بتسمي نفسها الحق أعلنت المسؤولية وقالت: دي البداية، شقابيب لازم تبقى على طريق الله. شقابيب بقت ساحة حرب، ناس بتتضرب في الشوارع، الشرطة مش قادرة تسيطر. نور الدين بيحاول يوقف الكارثة، لكن الدنيا خرجت من إيده. نور الدين اتجمع مع المجلس المؤقت وقال بصوت مهزوز: أنا حلمت بوطن لكل الناس، بس الوطن وقع قبل ما يتولد. واحد من الأعضاء قالوا: يمكن حلمك كان أكبر من الناس اللي بتحلم بيهم. وفي مفاجأة صادمة، نور الدين محمود مؤسس شقابيب اتقتل برصاصة في رأسه في مكتبه. القاتل ما حدش عارف لحد النهاردة، بس الكل اتهم الكل. الخبر انتشر بسرعة والبلد كلها دخلت في دوامة سودة. الناس بدأت تهرب من الجزيرة، قالوا: احنا جينا من نار ووقعنا في جحيم. مفيش جيش، مفيش شرعية، بس في دم، ودم كتير. كأن الحلم العربي لما بيتحقق بيتحول لكابوس، كأننا مش قادرين نحكم نفسنا ومش مستعدين للحرية. بعد ما شقابيب اتحولت لجحيم، مفيش غير الهروب اللي بقى حل. اللي قدامه فرصة يركب مركب أو طيارة هرب، واللي اتأخر مات أو اختفى. مفيش قانون، مفيش قيادة، كل اللي فضل هو الذكرى وكمية وجع ملهاش آخر. ياسر اللي بدأ الحكاية، اللي ساب شغله في النرويج علشان يعيش حلم شقابيب، هرب في آخر لحظة على مركب مع ناس قليلين، وقعد يبص للجزيرة من بعيد وقال: كنت فاكر إني هلاقي وطن، لقيت نفسي بدور على الحياة. سوزان البنت اللي كان عندها أمل في الحرية قررت تفضل في الجزيرة لحد النهاية. فضلت تعالج الجرحى، تكتب اللي بيحصل. قالت: لو كله هيمشي حد لازم يشهد. آخر حاجة عنها بوست على مدونة قديمة، قالت فيه: مش هسيب الكابوس ياكل الحلم، حتى لو كنت الوحيدة اللي لسه بتفتكره. الناس لقوا مذكرات نور الدين بعد موته، وكان كاتب في الآخر: ما حلمتش أعمل مدينة فاضلة، كنت عايز أعمل مكان واحد الناس فيه تقدر تعيش من غير ما تخاف من اسمها أو دينها. لو فشلت يبقى المشكلة مش في الحلم، المشكلة فينا. رجع العرب المهاجرين لحياتهم في الغرب، بس المرة دي معاهم ندبة في القلب، مش بس ندبة فشل، لأ، دي ندبة حلم اتحطم قدام عينيهم. بس الغريبة إن تجربة شقابيب رغم كل اللي حصل أثرت في ناس كتير حوالين العالم. ناس بدأت تراجع نفسها، ناس بقت أقوى، ناس قالت: مش لازم وطن جديد، يمكن نصلح اللي حوالينا. اللي حصل في شقابيب مش فشل، ده درس كبير، إن الحلم محتاجنا نكون مستعدين له، مش بس نحلم لكن نبني نفسنا.
شقابيب كانت تجربة، مش مدينة ولا جزيرة، كانت اختبار. هل فعلا احنا قادرين على الحرية ولا بنطلبها واحنا لسه مش عارفين نستخدمها؟ الوطن مش أرض، الوطن فكرة، وكل مرة نحاول بنقرب، وكل مرة نفشل بنتعلم. الرواية مش بس عن بلد، دي عننا احنا، عن الهوية، عن الغربة، عن الحلم اللي بنجري وراه وبنقع فيه تاني. أحمد خالد توفيق في الرواية دي كان بيقول: المشكلة مش في المكان اللي احنا فيه، المشكلة جوانا. أنا شخصيا الرواية خدتني في حتة تانية، خلتني أفكر: هو أنا لو عندي فرصة أسيب الدنيا دي كلها وأروح أعيش في وطن جديد من أول وجديد، هعمل كده؟ بس كمان، هل فعلا ممكن نعمل وطن حقيقي ولا دايما هنشيل مشاكلنا معانا؟ أنا شخصيا الرواية خدتني في حتة تانية، خلتني أفكر: هو أنا لو عندي فرصة أسيب الدنيا دي كلها وأروح أعيش في وطن جديد من أول وجديد، هعمل كده؟ بس كمان، هل فعلا ممكن نعمل وطن حقيقي ولا دايما هنشيل مشاكلنا معانا؟